استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الفرحة على كل اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. معاكم مونيكا ميشيل، ودقت الساعة 6:15 مع دقة طبلة حلقة جديدة من برنامجنا من سحر آتي، هتاخدنا نروح نعيش سحر أسطورة رمضانية جديدة. ويلا بينا نسمع حكاية جمل، بس مش أي جمل. هنروح سوا في مكان بعيد في الصحراء، وهنرجع لمئات السنين. هنبص من بعيد في الصحراء هنلاقي راعي بسيط اسمه سالم. في يوم كان ماشي مع قطيع من الجمال وبيدور على مرعى ومية عشان الجمال بتاعته. بس كان عنده حلم غريب، كان نفسه يشوف العالم كله. بس ازاي؟ ده يدوب راعي جمال بسيط، وجماله عمرها ما تعدي حدود الصحراء. في ليلة من ليالي رمضان وهو ماشي لوحده، بص في وسط جماله كده لقى واحد منهم شكله غريب مختلف عنهم خالص، وبيشع منه نور خفيف قوي من بعيد، كأنه كده زي قمر صغير نازل من السما للأرض. قرب وهو خايف، ولما وصل اتأكد انه مش من جماله، ده جمل غريب لونه ذهبي وعيونه بتلمع زي النجوم. وفجأة رياح قوية حركت كل الرمل حواليه كأن الصحراء بتتنفس. سالم وقف مذهول وحس انه لازم يلمس الجمل ده، واول ما قرب ومد ايده الجمل رفع راسه فجأة بأجنحة من نور طار لفوق. سالم وقع على الأرض من الصدمة، لكن الجمل لف حواليه وبعدين نزل بالراحة وقال له بصوت هادي: يا سالم، انت راعي للجمال، عندك الجراءة تطلع بالزمن قدام وتكون راعي لأحلامك؟ سالم ما فهمش قوي وكان مصدوم من اللي بيتقاله، لكنه فهم ان الجمل مش مجرد حيوان، لأ ده اختبار. وساعتها قال بكل ثقة: نفسي أطير وأشوف الدنيا كلها. والجمل ابتسم له، وفجأة حس سالم ان الأرض مش تحته واحدة واحدة، كان بيطير. وفرح وهو شايف الواحات والأنهار والمدن اللي كان بيسمع عنها بس، وكأنه في حلم أخده المكان بعيد. وفجأة شاف نفسه وهو عجوز، وكان مصدوم من اللي شايفه ومش عارف ده حقيقة ولا حلم. وشايف نفسه عجوز ولسه راعي جمال وما تحركش خطوة من مكانه. ساعتها بصله الجمل وقال له بصوت واطي قوي: تقدر تحقق حلمك لما ترجع، بس فكر كويس. فهم انه شاف نفسه في المستقبل، وحس انه لازم يرجع يغير دلوقتي علشان مستقبله يكون احلى. وفي لحظة لقى نفسه وسط جماله، والجمل الذهبي اختفى. وقرر ساعتها يبيع كل جماله ويغير شغله، وبقى من أعظم التجار والرحالة. وبكده حقق حلمه بأنه زار كل بلاد العالم اللي كان نفسه يشوفها، وكل مكان يروحه كان يحكي عن الجمل الطاير اللي طلع بيه قدام بالزمن، اللي علمه إن الأحلام مش مستحيلة، بس لازم يكون عندك الشجاعة تجري وراها. ومن وقتها الناس في الصحراء بقت تحكي عن الجمل الطاير بالزمن اللي بيظهر بس في ليالي رمضان، ويا بخت اللي يشوفه، لأنه مش بس بيحقق الأحلام، لأ ده بيفتح باب للسفر لأبعد من اللي تتخيله. عزيزي المستمع، نسيب الجمل طاير وقول لي انت بقى، الجمل بالنسبة لك انت كان ايه؟ يعني لو عندك فرصة واحدة بس تغير فيها حاجة واحدة علشان توصل لحلم معين، هتغير ايه علشان توصل لحلمك؟ اكتب لي هنا في الكومنتس. وللأسف سكتت طبلة النهاردة من برنامج من سحر آتي. استنوني بكرة في نفس الميعاد الساعة 6:15 بالظبط مع سحر أسطورة جديدة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي.
تي. هنا يو ماتي من سحر آتي.